بدأ بمحل 10 متر وبنسبة كبيرة ما كانش هيكمل، لكن بسبب إصراره وجرأته بقى عنده 18 فرع منتشرين في مصر كلها. بس قبل ما نتعرف على جلال أبو غزالة صاحب سلسلة جورميه ايجيبت، تعالوا الأول نعرف ليه الناس بتفضل جورميه عن أي فود ستور تاني. جورميه من الفود ستورز القليلة اللي هتلاقيها مريحة نفسياً، إضاءة مريحة للعين، ومنتجات مترتبة بشكل ما يخلكش تتوه وتنسى انت جاي تشتري ايه. وطبعا نظافة المكان ده شيء أساسي، هتحس ان المكان عايزك تقعد جوه أكبر وقت ممكن، وبشكل غير مباشر هتلاقي في ترابط بينك وبين المكان بيزيد مع الوقت. ده غير الستاف اللي هتلاقيه بيساعدك وعلى وشه ابتسامة عريضة، تحس ان هم شخصيا مبسوطين عشان كده عايزين يبسطوا الناس. وعلى فكرة ممكن فروع جورميه تبان انها نسبيا صغيرة، لكن بالرغم من كده استحالة هتروح هناك وما تلاقيش كل اللي انت محتاجه. كل ده كوم، واهتمام المكان بكل المناسبات ده كوم تاني. ويمكن جورميه أكتر فود ستور بيعمل ديكورات ومنتجات إنتاج جورميه نفسه حسب كل مناسبة. يعني في العيد هتلاقي كحك وبسكوت، في الكريسماس هتلاقي سيبل كوكيز وجينجر بريد كوكيز، في رمضان هتلاقي مكسرات وخشاف. ده غير بقى المشروبات ومستلزمات المطبخ وديكورات البيت. هيجي حد يقولي طبعا الحاجات دي كلها بمليون جنيه، هقولك بالعكس. ويمكن دي من الحاجات المميزة بالنسبة لجورميه، إنه بيقدم منتجات وخدمات وضيافة كويسة مقابل سعر يعتبر مش غالي. يعني هتلاقيه زيه زي أي سوبر ماركت أو فود ستور تاني، في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة. طب هو إيه قصة المكان ده أصلاً؟ أقول لك أنا. الحكاية بدأت عند جلال أبو غزالة، رجل أعمال كويتي عاش أغلب حياته ما بين اليونان واستراليا لغاية ما استقر في مصر سنة 96، وعمل شركة AM لاستيراد اللحوم من استراليا وتوريدها للفنادق في مصر. ومن هنا جات له فكرة، قال ليه ما يعملش هو مكان يوفر فيه السلع اللي جودتها عالية وتكون متاحة لكل الناس. وفتح أول فرع الجورميه، اللي كان عبارة عن محل صغير في المهندسين، مساحته 5 متر في 2 متر ب5 ثلاجات. وكل شغلانته إنه بيبيع الأنواع العالية من اللحوم والأسماك اللي بتبقى متخصصة للفنادق بس. وفعلا انتشر المحل بسرعة وبدأت الناس تقول لبعض عليه. لكن بسبب صعوبة الاستيراد وإن جورميه أصلا عبارة عن منتجات مستوردة، بدأ يحس جلال إن ممكن يتحول لسوبر ماركت تقليدي بيبيع منتجات شركات تانية وخلاص. فإيه المميز اللي عنده اللي هيخلي الناس تسيب أي ماركت تاني وتروح له؟ فهنا ملقاش قدامه أي حل غير إنه يصنع كل المنتجات مخصوص باسم جورميه. وبمناسبة موضوع تصنيع المنتجات ده، الفكرة دي كانت بالتعاون مع شركة النجاح مراته داليا سلطان، اللي بيقول عليها جلال إنها ساعدته كتير ودعمته في مشواره، وإن لولاها في وقت ما كان هيقفل جورميه خالص ويروح يشتغل حاجة تانية. المهم إنهم بدأوا يعملوا كل حاجة تيجي في خيالك باسم جورميه، مخبوزات وجبن ولحوم وفواكه متقشرة وجاهزة على الأكل، وكمان أكلات جاهزة على التسخين زي الممبار وورق العنب والفرايد تشيكن. وفعلا خطة جلال بتنجح والناس بدأت تجري على جورميه، وتعدي السنين ويزيد جورميه فرع في التاني لغاية ما وصلوا إنهم بقوا 18 فرع. لكن جلال ما كانش بيختار المكان عشوائي كده وخلاص، هو دايما عينه كانت على المناطق الراقية. عشان كده هتلاقي كل فروعه في أماكن زي المعادي والدقي والزمالك والجونة وأركان الشيخ زايد. بيقول جلال أبو غزالة إن واحد من أهم أسباب نجاح جورميه هو الناس اللي شغالة فيه، لأنهم هم اللي بيعملوا المجهود عشان الناس تعيش تجربة ما يندموش عليها. لكن السبب الأساسي من وجهة نظري يرجع لجلال أبو غزالة، اللي فاهم كويس الفرق بين المدير والقائد. عارف كويس إن طول ما العمال مبسوطين هيهتموا بالشغل أكتر من صاحب الشغل نفسه.